هذا الحكم، حكم الإخفاء، قد ثار حوله جدل في 40 سنة الأخيرة. 40 سنة الأخيرة أو زد عليها قليلا، ثار حوله جدل سببه أن أحد الشيوخ رحمه الله سبحان الله يعني قاس حكما على حكم. أحد الشيوخ المشهورين قاس ما يفعله الإنسان في إخفاء النون، لما يقول مثلا أنفسكم أو يقول الإنسان، قال ذلك الشيخ: كما أننا عندما نخفي النون عند السين في الإنسان أو عند الفاء نحو أنفسكم فلا نستعمل طرف اللسان، يعني لا نقرع بطرف اللسان مخرج النون فلا نظهرها، كما أن عمل اللسان يبطل ونسميه إخفاء، علينا كذلك عندما نخفي الميم أن نبطل عمل الشفتين. إذن العملية كانت قياس، ثم يعني تبلورت لديه هذه الفكرة ونشرها رحمه الله، وهو يعني هو يريد الخير، لا شك أنه يريد الخير، ويعني زين له أن هذا الأمر صواب، فنشره وتحمس له وأجبر عليه كبار القراء الذين يقرؤون بالإذاعة المصرية في ذلك الزمان، أمثال الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والمنشاوي ومحمود علي البنا ومصطفى اسماعيل، فألزمهم جميعا بأن يقرأوا بإبقاء فرجة بين الشفتين، فهم وافقوه لأنه عالم كبير ولأنه مسؤول عن تسجيلات الإذاعة. ثم إن هذا الشيخ رحمه الله، وأعود فأقول ما أراد هو إلا الخير، هكذا ذهنه زين له بأن هذا الأمر هو الصواب، لكنه ما تلقى ذلك، هو ما تلقى ذلك. وقد سألته بنفسي، يعني سألته على من قرأت، قال لي على فلان، فقلت له هل هو الذي نبه على إبقاء فرجة عند إخفاء الميم عند الباء؟ فقال لي لا، وقالها بغضب يعني، فأوقفت الحديث معه رحمه الله، يعني حتى يعني قال لي لا، وأحسست بأنه لا يريد أن يتابع في هذا الموضوع، لكنه كان متحمسا له جدا. جلس للتعليم وطال عمره رحمه الله، وكثر طلابه، وجاء طلابه إلى دول الخليج كأساتذة للقرآن وللتربية الإسلامية، فنشروها وانتشرت في السعودية ودول الخليج وغيرها من البلاد بسبب هذا الشيخ رحمه الله. تتبعتها أكثر من 20 عاما، هذه المسألة التي أشرحها لكم تتبعتها أكثر من 20 عاما، وكنت مقتنعا بموضوع إبقاء الفرجة، هذه الشبهة التي الآن أذكرها كشبهة كنت أعتقد أنها صوابا 20 عاما من عمري، وأقرأت بها عددا كبيرا من الإخوة، وأنا أستغفر الله من ذلك، لأنه تبين لي بطول التمحيص والبحث مع الشيوخ المعاصرين والبحث في كتب التجويد والقراءات مخطوطها ومطبوعها، وسؤال الله عز وجل أن يبين لي فيها بيانا شافيا، وأستعيذه أن أقرئ حرفا من كتاب الله خطأ، بعد بحث والله يا إخوة 20 عاما تبين لي وضوح الشمس أن هذه المسألة محدثة، وأنه لا سند لها، وأن شيخنا رحمه الله الذي قال بها قالها من باب الاجتهاد وما أراد إلا خيرا. الذي أعطاني يعني من جملة من أعطاني القول الفصل فيها شيخ قراء طرابلس لبنان رحمه الله الشيخ صلاح الدين كبارة. الشيخ صلاح الدين كبارة شيخ قراء طرابلس لبنان قال لي أنا شخصيا، قال لي ذهبت إلى مصر وقرأت على الشيخ فلان، وهو الشيخ الذي خرج بهذه المسألة في مصر وتحمس لها، قال لي قرأت عليه في الخمسينات القراءات السبع ولم يكلمني عن هذه المسألة أبدا، كان مثله مثل كل القراء، يقول ترميهم بحجارة من بعد وما هم بمؤمنين إلى آخره من الأمثلة. ثم أجازني بالقراءة السبع ورجعت إلى طرابلس لبنان. قال لي في الستينات، يعني بين الستين والسبعين، بعد 1967 تقريبا، قال لي سنحت لي فرصة
ثانية بعد أكثر من 15 عاما أو 10 أعوام بالأحرى من قراءتي الأولى، سنحت لي فرصة فذهبت إلى مصر مرة ثانية لأقرأ على نفس الشيخ القراءة الثلاث فوق السبع، القراءة الثلاث فوق السبع، فصارت ليكمل ال10 قراءات. قال لي لما اجتمعت بشيخنا أمرني أن أبقي فرجة بين الشفتين عند إخفاء الميم. إذن الشيخ صلاح الدين كبارة يتكلم عن الشيخ نفسه أنه في الفترة الأولى من عمره كان مثله كمثل كل القراء، يطبق شفتيه في الميم الأصلية عند الباء وفي الميم المنقلبة عن نون. وبعد سنين، بعد 1966 67 تقريبا، كان قد هذه الفكرة تزينت عنده رحمه الله، ويعني بالتفكير والقياس شعر أنها صواب وتحمس لها ونشرها. إذن طالما أنه أمر محدث يؤول مع كثرة القائلين به إلى شخص واحد، ومصدره القياس، والقراءة لا تبنى على القياس، القراءة تبنى على التلقي والمشافهة. أما الشبهة التي كان يعني شيخنا رحمه الله يعني يذكرها هي أنه يقول كيف نظهر الميم ونقول ترميهم بي ونسمي هذا العمل إخفاء. هو كان يقول إن هذا إظهار وليس إخفاء، والحقيقة أنه إخفاء لا إظهار. لما؟ للذي شرحته لكم منذ قليل، أننا عندما نقول ترميهم بي نكون قد أتينا بعمل ما هو بإظهار، لأن المخرج ارتفع ارتفاعة واحدة عن الحرفين، وما هو بإدغام لأن الميم بقي صوتها مستقلا عن الباء، فهو يشبه الإظهار من جهة ويخالفه، ويشبه الإدغام من جهة ويخالفه. هذا الذي أراه في هذه المسألة صوابا، مع كون عدد من إخواننا إلى الآن ما زال يقرأ بإبقاء فرجة بين الشفتين. أنا أرى أن هذا خطأ محض وأنه محدث القراءة. يوافقني في هذا الرأي شيخ عموم المقارئ المصرية فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي حفظه الله، يوافقني في هذا الأمر كبير القراء في مصر فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف حفظه الله تعالى. أطلت قليلا في هذه المسألة لأنني كثيرا ما أسأل عنها، فأحببت أن أبين حقيقة الأمر فيها.